بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في بعض الأوقات بنشوف صور مؤلمة جدا ومحزنة جدا لبعد آه، انتهاء بعض العلاقات أو الانفصال أو الخلافات. بنلاقي الأسرار بقت على المشاع، وكل حاجة بالتفاصيل بقت بتطلع، سواء بنحكي للمقربين والجيران والأهل أو بنكتب على مواقع التواصل الاجتماعي. والخصوصيات بقت بتتحول لأسلحة في الهجوم والتشويه، يعني إن أنا يبقى كده مصدر قوة، وإن أنا قادر أمسكك من إيدك اللي بتوجعك زي ما بيتقال. حتى في الحياة اليومية فكرة التطفل والتدخل في شؤون الآخرين، وعدم الاستيعاب وقت الأزمات أو وقت المشاكل، بقت الحقيقة بتهدد استقرار البيوت وأمانها وسترها والحفاظ عليها. البيوت مش مجرد إن هي حيطان وفرش شيك وناس بتلبس حلو، لأ، البيوت عبارة عن أمانة، والأمانة دي بتفضل عايشة حتى لو غاب أصحابها أو انتهت حكايتهم. ولما نحب نشوف قمة النبل الإنساني وأعلى درجات الرقي والوفاء، لازم نرجع تاني لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. البيت ده بيعلمنا ازاي الأمانة والستر بيكملوا معانا حتى بعد الفراق والانفصال أو حتى الوفاة. أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا للأمة كلها الدين والتشريع وسنته، لكنهم شالوا أسراره الإنسانية كزوج في قلوبهم وقفلوا عليها. ما طلعش منها أي كلمة واحدة تسيء ولو بشيء قليل أبدا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أو تكشف ستره. البيت ده كمان هو اللي علمنا ازاي بلغة العصر كلمة الضراير في الزوجات، ورغم الغيرة الطبيعية لكن كانوا بيعاملوا بعض باحترام وتقدير، وكل واحدة كانت بتحترم خصوصية الأخرى، ما تروحش تتجسس عليها وتبقى عايزة تعرف هي بتعمل ايه وبتسوي ايه، أو تعمل مكائد وتوقع بينها وبين جوزها عشان تطلع في الآخر هي الأحسن وتميلوا ليها. وفي أول لحظة فيها كان خوف وضعف عاشوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية نزول الوحي، وكلنا عارفين القصة لما خاف وقعد يقول زملوني زملوني لما رجع للبيت، وقال كده للسيدة خديجة. ما فتحتش تحقيق وقعدت تقول له كنت فين وبتعمل ايه وايه اللي حصل لك وايه اللي عمله، واستجواب وسؤال وسين وجيم، لا، ده قالت له جملة فيها قمة الحنان والأمان والاحتواء لحد النهاردة بتتردد: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. بس قعدت تحتضنه وتطمنه. ده هو الدرس اللي بيعلم الزوجة ازاي تكون ملجأ لزوجها وأمانه في عز خوفه أو ألمه أو ضعفه. النهاردة في حلقتنا هنستلهم من هذه السيرة العطرة ومن هذه البيوت العظيمة دليل عملي للأسرة المعاصرة دلوقتي في وقتنا الحالي، علشان نحمي بيوتنا من الانكشاف، من كشف العورات، ومن العشوائية. مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة خديجة. يا أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة ندى، وحياك الله في برنامجك المتميز قوارير، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فيه. اللهم أمين يا رب العالمين. أبدأ مع حضرتك بنقطة مهمة جدا، وهي تفريغ المشاعر بوعي. في حياة أمهات المؤمنين وبلغة العصر دلوقتي هي بتتسمى ضرائر، يعني تعدد الزوجات، ولكن كانت الغيرة بينهم أو المنافسة الإنسانية منهم موجودة كبشر، ولكن ما كانتش بتخرج للمجتمع الخارجي وبيحصل فيه تشويه للصورة، وما كانش فيه حد منهم بيشوه صورة الأخرى أو يتكلم عن الأخرى أو يكشف سترها أو بيتها أو يتجسس عليها. من هنا عايزين نتكلم عن لأي بيت فيه تعدد،
إزاي ياخدوا الهدي من هدي أمهات المؤمنين وهم كانوا بيضبطوا حدود المنافسة أو حدود الغيرة ما بينهم وما بين بعض كزوجات لنفس الزوج. طيب، إحنا لو جينا نظرنا للموضوع بهذه الطريقة رح نعرف إنه الإسلام أول شيء ما أمر بكبت المشاعر وإغلاقها وإنه ألغاها أساسًا، لأنه المشاعر هذه شيء أساسي يعني في فطرة الإنسان، إنه يكون عنده غيرة، يصير عنده حب للتنافس إلى آخره يعني، سواء كانت مشاعر إيجابية ولا سلبية. لكن الإسلام متى وقف موقف قوي جدا مع مسألة المشاعر؟ لما تعدى الموضوع من الشعور إلى السلوك. هنا يحتاج ضابط شرعي أثناء التعامل معه، فما ينفع أبدا إنه اليوم أقول أنا بسبب غيرتي سويت زي كذا. لا، أنت غيرتك دي أو مشاعرك دي من الإقبال والإدبار، ولا من الحب، ولا من الكره، ولا من المشاعر الإيجابية والسلبية، الله سبحانه وتعالى ما يأخذك عليها إلا إذا تحولت إلى سلوك تعبر من خلاله عما تشعر به. لذلك كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الكثير من النساء اللي هم متزوجين النبي صلى الله عليه وسلم ورجل واحد، موجود هذا البيت في التنافس، موجود في سلوكيات النساء، موجود طبعا مو بالطريقة الحديثة اللي احنا عايشينها، إنما بالكيفية اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. فكان يتنافسوا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان يوصل سلوكهم إلى الشيء المخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم شديدا جدا في وقت موقفه معهم. أكثر آية مثلا تشهد لهذا الموضوع ده أو بهذا الجانب لما نلاقي سورة التحريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وعرف بعضه وأنكر بعضه إلى آخر الآية. هنا جاء موقف الله سبحانه وتعالى إن هو لضبط السلوك هذا اللي هو قام على أساس المشاعر، لأنه ما كان حقيقي يعني، بس الشعور هو اللي حركهم. فهنا لما جاء التأديب من الله سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين، هنا كلهم انضبط. طبعا هذه الآية ما هي لهم فقط، إنما لنا إحنا كمان. اليوم لما النساء، اليوم الضرائر ليست ضرة واحدة. الرجل لما يتزوج امرأة مو هي بس المشكلة، بعض الأحيان الرجل ما يكون يتزوج ضرة، لكنه عينه لبرا، أو عنده نساء أخريات، أو عنده أخوات يعتني فيهم، أو أمه هو متعلق فيها، أو أصحابه، أو الضرائر كثير جدا. طيب المرأة اليوم الزوجة كيف تقدر تضبط سلوكها وفق ما قال الله وقال الرسول في التعامل مع هذا الأمر والاحتواء؟ هنا مم. هو الشيء المهم يعني. المسألة هي قائمة أساسًا على نحن إيش المنهج تبعنا في التعامل مع بعضنا البعض، سواء كأزواج، سواء كأفراد. من فين منهجنا إحنا؟ هل هو مم. منهجنا مما قال الله وقال الرسول، والّا مما يفرزه العصر والواقع والعادات وتقاليد الناس والأفكار الجديدة والأشياء الدخيلة؟ هذه مم. هي الإشكالية يعني. إحنا اللي بنشوفه الآن هو نتيجة الخلط بين أشياء كثيرة جدًا، ومسوغها الوحيد إنه أنا قاعدة أشعر بكده. فصارت هي المشاعر اللي بتقودنا للأفعال مع الأسف الشديد. بالتأكيد. طيب، أمانة الكلمة حتى بعد الوفاة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظلت أمهات المؤمنين بينقلوا للناس السنة والتشريع فقط، وحفظوا أدق خصوصيات النبي الإنسانية كزوج. مقارنة بالوضع الحالي في بعض الأسر بنلاقي مثلا يتوفى الزوج فتلاقي بعض الزوجات تتكلم عنه بسيء جدا، ما راحوا ما سابلناش الا الديون، الله يسامحه مطرح ما راح، عمل فيا، ده كان مفتري، ده كان، او العكس هو كمان يتكلم عليها سواء بعد انفصال او بعد وفاة، كانت زوجة صعبة، ده كان انا هدخل الجنة بسببها، كلام من هذا القبيل. إزاي نربي أنفسنا من هدي أمهات المؤمنين وبيت النبوة في حفظ غيبة الشريك وخصوصيته حتى لو انتهت العلاقة، سواء كان بانفصال وطلاق أو بعد الوفاة؟ طيب، هو في مثل حلو يقول لك إيش: من ترك الشريعة احتاج إليها. فاليوم إذا إحنا نبغى نربي نفسنا كما كان عليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة السلف الصالح، لازم إحنا معناها نرجع بلاش نقول نرجع لورا، نرجع لديننا. لأنه نحن الفوضى دي اللي إحنا عايشين فيها بسبب ابتعادنا عن منهجنا في الحياة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. طيب، اليوم فين كتاب الله؟ كتاب الله ليس كلمات ولا الحروف ولا ما يتلى فيه، إنما التطبيق العملي فينه في حياتنا إحنا. طيب فين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياتنا؟ ما هي موجودة أبدا.
أن الرجل والمرأة يدخلوا الزواج بقال الله وقال الرسول، لكن يعيشوا في مؤسسة الزواج أو في علاقة الزوجية بعيدًا عن قال الله وقال الرسول. لذلك أنتِ بتشوفي اليوم إنه الرجل لمّا يطلّق المرأة يشهِّر فيها ويسيء إليها ويؤذيها ويضايقها في أولادها طيب وصورة الطلاق دي كاملةً إيش قاعد تقول لك؟ إيش قاعد تربيكم؟ والله سبحانه لمّا يقول: "ولا تنسوا الفضل بينكم، إن يتفرقا يغني الله كلًا من سعته." كل هذه الأشياء ليش هي؟ مو لنا إحنا يعني مثلًا؟ كذلك نفس الشيء المرأة لمّن تطلّق من الرجل تؤذيه في أولاده، تؤذيه في كل شيء، الله سبحانه وتعالى يقول: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده." طَب فين هذا الكلام في واقع الحياة؟ يعني فين إحنا عايشين مثلًا في هذه الآيات؟ هذه الآيات إحنا بنتعامل معاها كأنه هي ما تخصنا، ما هي لنا أساسًا يعني، فبالتالي كل واحد يتجرأ على الثاني تحت ذريعة إيش؟ أنا ظلمني عشان كذا أنا راح أسوي فيه. هي سوت فيه أنا ما راح أخلّيها ترتاح، راح أورّيها شغلها، راح مش عارف إيش، كل واحد ينتقم من الثاني، عشان كذا صار موضوع اللي هو حفظ العهود والّا الكلام اللي إحنا نقوله مثلًا في أحكام الشريعة يعتبروه إنه ما حد يقدر يسوي زي كذا، دحين الواقع اتغيّر، الواقع هو، الناس هي اللي اتغيّرت في التعامل مع الواقع، إذا إحنا مسلمين اليوم ما نقدر نكون بعيدين عن إسلامنا في تعاملاتنا، ليش؟ لأنه راح نضل، وهذا هو الواقع المشاهد اليوم. عشان كذا ما تلاقي اليوم حفظ خصوصية، الرجل يطلق المرأة ما في طلاق ساكت ولا هادئ ولا مستكن إلا من رحم الله، إنما تلاقي فضيحة ومشاكل وعقد نفسية، الرجل يجي له عقدة من الزواج والمرأة يجيها عقدة من الزواج وأولادهم يجيهم عقدة من الزواج، أو يموت مثلا لا تحفظوا يعني أسرار بعضهم البعض. طيب السلف الصالح كان يقول لما يطلق امرأة ويروحوا يسألوا عنها ما لي وما لها، يقول امرأة غريبة عني، يعني خلاص انتهت العلاقة كلها يعني. فهنا الإسلام لمن جاء حافظ على العلاقة الاجتماعية سواء كان تحت ظل الزواج ولا غيره ضمن الضوابط الشرعية. فعشان كده يعني أمر إنه يعني الإنسان ما تمام. يخون العهد ويحفظ الود ويحفظ ما كان ويراقب الله سبحانه وتعالى، هذه كلها لما تيجي من اتقاء الله سبحانه وتعالى إلا لها إمم. عاقبة جيدة. الآن لأ، مو موجود هذا الشيء، عشان كذا قُلنا إحنا من ترك الشريعة احتاج إليها. نحن صار واقعنا اليوم بييجي الحلول تبعنا من السوشيال ميديا، من أفكار الخليطة، من تجارب الناس، لكن مو من قال الله وقال الرسول مع الأسف الشديد. طيب أستاذة خديجة، خلّينا نتكلم عن الدعم النفسي وقت الأزمات. بعض الستات ما بيكونش عندها حكمة، مثلًا لمّا ييجي زوجها يشتكي لها من حاجة ويقول لها مثلًا وقع في مشكلة، عنده مشكلة في الشغل، فتيجي تقول له: "ما أنت السبب، أنت اللي عملت كذا، ما كانش ينفع تعمل كذا، أنت دايمًا كده ما بتعرفش تتصرّف." وتقعد إيه بلغتنا كده تبكّت فيه. على النقيض هنلاقي موقف السيدة خديجة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لمّا رجع لها وهو في حالة من الخوف والقلق ويقول لها: زمّلوني، زمّلوني. هي ما حتى ما سألتوش في إيه والّا إيه اللي حصل، لأ، قالت له: كلّا. وفضلت معاه تطمّنه وتقول له: إن الله لا يضيعك أبدًا. إزاي إحنا ناخد من الموقف الجميل ده اللي كُلّه احتواء ودفء وحنان، نتعلّم منّه كزوجات إن إحنا نحتوي أزواجنا في وقت ضعفهم، في وقت مشاكلهم، ما نفتحش ليهم يعني زي ما نقول كده المحكمة، ننصب لهم محكمة ونفضل بقى إيه، نقطّم فيهم على أساس إن إحنا بقى الخبرة وإحنا اللي يعني ما سمعتش كلامي، فأنت خلاص وقعت بقى في المشاكل. طيب في عبارة حلوة أنا باحبها جدًا في اللهجة المصرية، تقولوها مرة حلوة، اللي هي إيش بيقولوا خيرك سابق. خيرك سابق، طيب آه. أيوه، إيش معنى هي كلمة خيرك سابق؟ اليوم لو حلّلتِ الكلمة هذه، كلمة عميقة ترى بس بالعامية هي، خيرك سابق معناها إنه أنا أعطيتني فرصة أتعرّف عليك في السراء والضراء، وأعرف شخصيتك وأعرف معدنك، وأنا عايشة معاك تحت سقف واحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ما يتزوج السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كان يعمل بمالها في التجارة، فرأت أمانته، لسه في الزواج ما شافته. لما تزوجته شافته الرجل الزوج يعني داخل البيت كيف شكله، كيف سلوكياته، كيف تعامله، وقاست كمان كيف تعامل هو برا البيت، هل هو متطابق السلوك داخل البيت وخارج البيت، هو نفس الشخص ولا لا.
لذلك لمن صارت حادثة اللي هو زملوني زملوني، قالت له إن الله لن يضيعك أبدا، لأنه رجل صادق من الداخل والخارج. داخل البيت هو نفسه الشخص هذا خارج البيت. كلامي رأيي أنا عنك ورأي الناس واحد، معناها الله سبحانه وتعالى كيف راح يحفظه؟ طيب اليوم في الزواج ما الذي يحدث؟ اللي يحدث اليوم تسمعين تناقضات. بعض الأحيان الرجل تلاقيه داخل البيت يعني شديد جدا آه. ومعيش أهل بيته في رعب وسي السيد وقلق وتوتر، وبرا البيت من ألطف ما يكون. إمم. طيب، أو إمم. يكون مثلا داخل البيت ما عنده شخصية وبرا البيت ما تعرفي كيف. فأنت الكلام اللي يوصلك كله متناقض يعني، فأنت ما آه. بتعرفي عنه آه. إلا داخل البيت. بالضبط. فحكمك عليه على ما ترينه داخل البيت. فإذا أنتِ شُفتِ شخصية قاسية وبعدين جه مش عارف إيش، بتقول له إيش، هذا كُلّه بسبب اللي أنت بتسويه، كُلّه بسبب سلوكياتك، ويكون هو ممكن مو كده يعني. أو يكون مثلًا شخصيته ضعيفة مثلًا داخل البيت وهو برّا البيت مختلف تمامًا. طَب المرأة كيف لازم تتعامل؟ هنا المرأة ما تقدر تتعامل والله بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تقدر تتعامل بمبدأ الإسلام زي ما إحنا ذكرنا. إنه هي دورها إيش؟ دورها إنه طالما جه هو محتاج احتياج عاطفي في موقف معين، بغض النظر هو مخطئ فيه وغير مخطئ فيه، يجب أن تشعره بالأمان. خلاص نحن في جبهة واحدة. اليوم هذا الرجل لو صار له أي شيء المرأة كمان حتتضرر. فبالتالي طالما إحنا في جبهة واحدة، أداءً لحق الله سبحانه وتعالى لازم تطيب خاطره، حتى لو كان شخص غريب يعني، لازم تقول له كلام مشجع يرفع معنوياته، يرفع ثقته بنفسه. بالضبط. بعدين بعد ما تهدأ الموجة كلها نبدأ نحط النقاط على الحروف، نحاول نصلح ونحاول نضبط. طيب إمم. هل هذا كله تقدر المرأة تسويه؟ أيوه تقدر تسويه لو الرجل أعطاها فقط شعور إنه أنا ما عندي ملجأ بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنتِ. إمم. لو أشعرها بقيمتها ومكانتها هي هتقدّم هذا كلّه. المرأة بشكلها بالضبط. بطبعها عاطفي جدًا يعني. أيوه. لكن عدم وجود هذه المساحة دي أو الإحساس ده عند المرأة، فأول ما يسوي شيء خلاص لقيتها فرصة إنها تقول له إيش، أنت ما تسمع وأنت ما تقول وأنت مش عارف إيش وخلاص وتحمّل اللي يجيك. طَب تحمّل اللي يجيك، ما إحنا في مركب واحد، كيف حيتحمّل إمم. لوحده؟ كلنا بالضبط. حنتحمّل الخيبات هذه إذا ما اتخذنا تجاهها يعني خطوة إيجابية لإصلاح هذا الأمر. على العموم هي مسألة علاقة الرجل والمرأة داخل البيت يحتاج لها نظرة من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة عشان نعرف والسلام. إحنا كيف نعالج الخلل الموجود ده كله. وما ننتظر إنه أنا المرأة لمّا أبدأ أسوي إنه أنتظر إنه الرجل يقابل الفعل تبعي بفعل مساوي له، لأنه إمم. هي مسألة قرارات. أنتِ كيف تبغي تتعاملي؟ تبغي تتعاملي مبدأ المرأة القوية كما كانت عليه أمهات المؤمنين، معناها لازم تكوني واعية تمامًا وفاهمة إنه المسألة هنا التعامل مع الله سبحانه وتعالى قبل ما يكون تعامل مع الزوج وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. إن والله مشي الحال خير وبركة، إمم. إن إمم. ما مشي الحال الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ ومن يتق الله يجعل له له مخرج. مخرجا. إمم. بالتأكيد. باشكر حضرتك في النهاية الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية والlife coach على وجودِك معانا، شرفتينا وأفدتينا كتير. في الختام لازم نتذكر إن رقي الإنسان بيظهر في حفظه للأسرار حتى بعد الفراق، وقوته بتظهر في كونه سند وقت الأزمات. فاجعلوا بيوتكم بيوت أمهات المؤمنين فعلًا تكون منارة ليهم، وتحمي خصوصية أسرنا وأزواجنا وأولادنا، وإن إحنا نبعد عن كشف بيوتنا وكشف سترها وعوراتها قدام الناس. اللي بيحصل في بيوتنا مقفول عليه الباب ونحله جوه البيت. دخلنا حكم من أهله وحكم من أهلها، ولكن ما ينفعش نفضح بعض على منصات التواصل الاجتماعي ونتكلم عن بعض وعن خصوصياتنا وعن سترنا. بالعكس ده مش هيزيدك قوة، ده بيزيدك ضعف وبيخلي شكلك سيء جدا، وهتحاسب أمام الله سبحانه وتعالى عليها. يا رب دامت بيوتنا وبيوتكم مليئة بالحفظ والستر والوفاء والإخلاص. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.